العالم كله على وشك الانفجار الآن. خليك معايا يا جماعة واسمعوا الكلام ده. روسيا تحرك الصواريخ النووية الآن. تاني بقولها لك، روسيا تحرك الصواريخ النووية الآن. هل اقترب الرد المدمر بعد اختراق الثالوث النووي الروسي؟ ازيكم يا جماعة وعاملين ايه؟ النهاردة معانا خبر وقصة وحكاية مش عادية. خبر مليان الغاز، احداث خطيرة وتحركات مرعبة. واللي جاي يا جماعة مش هزار. طبعا يا جماعة اللي بيحصل في العالم ده خطير جدا ومرعب. احنا في عصر عام 2025 من العصور المرعبة، العصور اللي فيها نقطة اللا عودة. يعني عمرنا ما هنرجع زي ما كنا قبل كده، وكلنا حاسين بالموضوع ده. وده اللي واضح من كل الاستنتاجات اللي موجودة على الساحة. غلاء أسعار، حروب في كل مكان، كوارث طبيعية، زلازل، تطرف مناخي. كل ده يقول لك انك في ابتلاءات عظيمة، والابتلاءات بتزيد جدا. فلازم يا جماعة نعود الى الله، ولازم نقول من قلوبنا اللهم ارحمنا من القادم. لازم يا جماعة تقولوا امين. 4 حروف مش هتخسرك حاجة لو كتبتها، ولكن الدعاء يغير الاقدار. قول امين من قلبك، اكتب مليون امين، لان الله بيبعت لنا رسائل كي نتعظ. فعودوا إلى الله واكتبوا أمين، ويلا نشوف إيه اللي معانا دلوقتي. طبعا قبل ما نبدأ، اوعى تنسى عشان يوصلك كل جديد، يا ريت تعمل اشتراك في القناة، ويا ريت تفعل الجرس أو تعمل متابعة، ويا ريت تعمل إعجاب أو لايك للفيديو دعما للقناة ولفريق القناة. وما تنساش انشر، شير، شارك الفيديو، خلي صوتنا يوصل للجميع عشان الناس تعرف احنا رايحين على فين. وعشان تشترك هتدوس، لو في اليوتيوب هتدوس على الزرار اللي تحت الفيديو اللي مكتوب على الاشتراك، ولو في الفيسبوك هتعمل متابعة. ايه اللي حصل؟ ازاي اوكرانيا كسرت الخط الاحمر الروسي؟ هل الرد الروسي هيكون نووي ولا مجزرة في قلب اوكرانيا؟ طب ترامب ساكت ليه؟ هل امريكا متورطة؟ التفاصيل هتخضك قوي، ويلا بينا نعرف كل التفاصيل. اولا، اللي حصل من كام يوم، اوكرانيا نفذت هجوم مرعب سمته عملية سبايدر ويب أو خيوط العنكبوت. الهجوم استهدف 5 قواعد جوية روسية. تم استخدام 117 طيارة مسيرة أو درون أو طائرات بدون طيار. أوكرانيا ادعت إنها دمرت من 40 ل 41 طائرة روسية قاذفة نووية، والخسائر اتقدرت ب7 مليار دولار، رقم فلكي. العالم كله اتشقلب والناس كلها بتسأل فين ترامب؟ ليه ترامب ساكت؟ روسيا هترد ازاي؟ هترد نووي ولا ضربات تقليدية؟ وهل الرد هيبقى على أوكرانيا بس ولا هيطول أوروبا؟ هنا بقى دخل على الخط مجلة فورين بوليسي وعملت لقاء مع جورج بيبي. طب مين جورج بيبي ده؟ ده يا جماعة مسؤول ملف روسيا السابق في السي اي اي او في المخابرات المركزية الامريكية. راجل كان ماسك ملف روسيا بالكامل وعنده معلومات تقيلة جدا. طب رأي جورج بيبي ايه؟ قال الحرب بين روسيا واوكرانيا مش زي ما الاعلام بيصور، دي حرب استنزاف. الروس متعمدين يتقدموا ببطء أو يمشوا ببطء. هدفهم نزع سلاح أوكرانيا بالكامل والقضاء على رجال الجيش الأوكراني. وبوتين بيقول للناس أنا عاوز سلام، لكن في الحقيقة هو بيوسع الحرب جدا. بيعمل تحالفات مع كوريا الشمالية، وبيجيب صواريخ وطائرات مسيرة من إيران. يعني بوتين بيجهز لحرب طويلة وممكن تبقى حرب عالمية كمان. طيب هل الهجوم الأوكراني دمر فعلا 41 طائرة قاذفة نووية؟ جورج قال الحقيقة
الرقم الحقيقي بيقولوا من 7 إلى 10 طائرات اللي دمرت، والباقي ممكن يكون في أعطال أو مسوا حاجة. وبالرغم من كده الهجوم كان إهانة كبرى للروس، إهانة كبرى كبيرة في حياة وتاريخ الجيش الروسي، لأنه اتضرب من جواه، اتضرب في قلب قواعده. وكمان لأنه استهدف الثالوث النووي الروسي، قوة الردع النووية اللي هي البر والجو والبحر. فهم ضربوا أحد أضلاع المثلث النووي، وهو سلاح الجو والقاذفات الجوية. خطورة الموقف هنا إيه يا جماعة؟ أوكرانيا كسرت الخط الأحمر الروسي، وتحضير العملية خد أكتر من 1.5 سنة، 18 شهر بيحضروا العملية دي، الأوكران بيحضروها. الروس عندهم عقيدة واضحة، مش هيستخدموا النووي إلا لو فشلوا عسكريا. لكن دلوقتي الهجوم الأوكراني خلاهم في وضع حرج، وضع حرج جدا، لأن هم فشلوا عسكريا. الأوكران قدروا يخشوا لغاية قلب روسيا من جوه، ويقعدوا 18 شهر أو 1.5 سنة يخططوا، وضربوا السلاح الرادع، سلاح الجو القاذف للنووي، من قلب روسيا نفسها. السيناريوهات بقى اللي عندنا بعد إهانة الجيش الروسي جوه بيته وبعد الوضع الحرج. أولا، أحد السيناريوهات واللي كل العسكريين بيقولوها، رد نووي عنيف جدا، استخدام صواريخ خارقة للتحصينات لضرب ملاجئ القيادات الأوكرانية، احتمال اغتيال قادة كبار الجيش داخل أوكرانيا. ولو حصل الرد الأمريكي هيبقى وارد جدا. طب لو بوتين اقتنع ان الهجوم بتنسيق مع دولة نووية زي بريطانيا ممكن يلجأ لسلاح نووي تكتيكي، يعني لو كان الأوكران نسقوا مع بريطانيا أو مع انجلترا علشان يعملوا الخطة اللي عملوها بتاعة العنكبوت، وإن بريطانيا هي اللي ساعدت الأوكرانيين في إن هم يضربوا السلاح الجو الروسي، هل ساعتها بوتين هيلجأ لسلاح نووي تكتيكي صغير أو كبير، أو يقلب العملية لحرب عالمية ثالثة علشان إهانة جيشه أمام شعبه أمام العالم؟ طب موقف ترامب إيه؟ في ناس بتحاول تقنع بوتين إن ترامب كان عارف بالهجوم، وده لو بوتين صدق هيبقى رد فعله أعنف بكتير جدا، خصوصا إن ترامب عنده عرض عسكري يوم 14 يونيو، يوم عيد ميلاده. ولو شاف الروس سكتوا ممكن يتجرأ أكثر ضدهم. يعني لو ترامب لقى أن الروس ما ردوش رد قوي وما عملوش حاجة رهيبة جدا، ترامب أعنف منهم، فممكن هيتجرأ وممكن يعمل حاجات أكثر استفزازا. طيب تصريحات ميدفيد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي اللي قلب الدنيا النهاردة، قال إيه؟ قال إن هو يتوعد بانتقام لا مفر منه، هيخلي العالم كله يتفرج عليهم. وقال إن المفاوضات اللي هتتم في اسطنبول في تركيا، واللي فعلا هيخلوها تتم، وده اللي مأجل الرد الرهيب، ان هي مش مفاوضات هدفها السلام، بل هدفها هيكون انتصار روسيا وتدمير الحكومة الأوكرانية. طب رهان أوكرانيا دلوقتي على ايه؟ ان روسيا مش هتغامر باستخدام نووي دلوقتي، اوكرانيا بتراهن على كده لانها متقدمة ميدانيا ومش عاوزة تخسر ده. اوكرانيا بتقول ان روسيا متقدمة في الميدان ومش هتخسر كل اللي عملته وتروح ضربة نووي وتخلي العالم كله يتقلب ضدها. مع ان اوكرانيا عملت النهاردة يوم 3/6، يوم الثلاثاء 3/6/2025، ضربت جسر القرم، الجسر الوحيد اللي واصل ما بين روسيا وجزيرة القرم، ضربته في البحر، وحطت قنابل وحطت متفجرات
في دعامات الجسر لغاية ما فجرته من تحت البحر. فده عمل إثارة أكثر إلى روسيا، والانتقام القادم رهيب جدا. عندنا هجوم أوكراني وضرب في العمق الروسي. ده الخلاصة، الروس مش هيسكتوا. الرد ممكن يبقى مجزرة عسكرية، أو ممكن يبقى ضربة نووية، أو ممكن يبقى حرب عالمية. النووي حتى الآن مش وارد 100%، ولكن لو حصل ضغط على بوتين تاني فما فيش مستحيل أمام الروس. العالم كله واقف مستني هيحصل ايه. يا جماعة اللي جاي اخطر بكتير. الايام اللي جاية هتشهد تصعيد رهيب، والعالم كله على صفيح ساخن. كل اللي نقدر نقوله اللهم سلم، اللهم ارحمنا من القادم. يا ريت تقول امين، ويا ريت تكتب امين من جواك. وطبعا اوعى تنسى، لو عايز يوصلك كل جديد يا ريت تشترك في القناة او تعمل متابعة. يا ريت تدعم الفيديو باعجاب او لايك، وما تنساش انشر او شير او شارك الفيديو. خلي صوتنا يوصل، وخلي الناس تفهم احنا رايحين على فين، والدال على الخير كفاعله. وخليك دايما متابعنا عشان اللي جاي اخطر بكتير، والقصة لسه ما خلصتش. شكرا لكم وشكرا لوقتكم، وكان معكم فادي فكري، وإلى أن نلتقي أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام ختام على الجميع.